علاقة الله مع الناس ليست لحاجة والمستغني سبحانه. ولذلك سألت واحد عمره 114 سنة نفس السلفي قال الدهش توفي يمكن قبل 6 سنوات. كنت أنا مهتم جدا وما زلت في قضية العلاقات. رحت سألته قلت هذا عنده أجيال. سألته سؤال مهم جدا قلت له عمي من هو الرجال اللي يستحق كلمة ونعم؟ بتضيع وقت كتير او بتضيع وقت فراغ في حاجات ملهاش اي فايدة. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لازم نستخدمها في اليوم بتاعنا او ان احنا نطور نفسنا بيها عن طريق الاستماع. الحاجة دي بتكون للناس اللي عندها وقت فراغ كتير او في طريق مسافرة او قاعدين في الشغل مش عارفين يعملوا ايه. فان شاء الله النهاردة هنتكلم على البودكاست. البودكاست مفيد لمين وازاي نستخدمه صح وهل ليه اثر على حياتنا ولا لا. بس قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا يلا بينا نعمل القهوة. نجيب السبرتاية الجميلة بتاعتنا، ننزل تحت شوية كده. لحد ما القهوة بتاعتنا تطلع هنتكلم دلوقتي عن البودكاست بقى وهل البودكاست مفيد ولا لا. دلوقتي وانت قاعد في العربية بتاعتك على سبيل المثال بتكون قاعد بتسمع الراديو، فالبودكاست هو الراديو بتاعك. بس اللي بيفرق البودكاست عن اي حاجة تاني ان هو بيتكلم في موضوع معين مع متخصص معين. بمعنى انا دلوقتي مثلا دكتور فبجيب او واحد بيجيبني بنقعد قدام بعض بنتكلم عن كل الحاجات الخاصة بالطب. طب هل البودكاست بيكون افضل ولا الفيديو اللي بيكون افضل؟ خليني اقول لك ان الفيديو بيكون صغير جدا ايا كان المدة بتاعته طويلة، يعني اكتر فيديو بيكون تقريبا نص ساعة، لكن البودكاست بتروح بين ساعة ونص لحد 3 ساعات. فالمتحدث او اللي بيتكلم في المجال بتاعه هو بيديلك كل الفوائد من غير ما يشيل اي حاجة، سواء بقى في المونتاج او كل الكلام ده، او حتى هو في الفيديوهات العادية ما بيكونش فيه وقت. الوقت ده يقدر يتكلم عن كل الحاجة اللي عنده. فعن طريق البودكاست هو بيتكلم باستفاضة، بيطلع كل اللي جواه للي قاعد قدامه. فانت يعتبر بتاخد العصارة بتاعت الخبرة بتاعته وانت قاعد بتسمع. فلو انت ماشي في طريق مسافر مثلا لمدة ساعتين، ساعة، ساعة ونص، البودكاست هيكون مفيد ليك جدا. انا دلوقتي مثلا بدور على ازاي استثمر، فبجيب بودكاست عن خبير اقتصادي بيتكلم عن الاستثمار. هيتكلم عن البنوك والشركات والأصول وإزاي أدخر الفلوس وإزاي أكون أو يكون لي أصل يجيب لي دخل. فبيبدأ يشرح لك باستفاضة كل حاجة، عكس الفيديوهات واللي بتتكلم في موضوع معين أو بتتكلم في نقطة معينة عن الاستثمار لكن مش بشكل كبير زي البودكاست. فالبودكاست بيديلك الخبرة كلها من غير ما يقص ومن غير ما يختصر أي حاجة في الحياة بتاعته. فبتبدأ تاخد قصة الشخص اللي قدامك، بتشوف كان شغال فين، بتشوف حياته كانت ماشية ازاي، حياته في المجال ده والصعوبات اللي عدت بيها كان عاملة ازاي. فبالظبط اكنك جبت واحد قعدته قدامك، الشخص ده عنده 70 سنة وبتقول له اديني الخبرة بتاعتك في المجال بتاعك او في التخصص بتاعك. فعن طريق التخصص او عن طريق المجال اللي هو هيتكلم فيه هيبدأ يديلك كل المفيد بتاعه. تمام؟ جيب الكوبايه ونرجع تاني. فيا سيدي البودكاست زي ما قلت لك والبودكاست زي ما احنا اتكلمنا، طيب بنطور نفسنا منه؟ بنطور نفسنا منه عن طريق برضو ان احنا بنسمع لناس خاصة في تطوير الذات. منهم ياسر الحزيمي، ده شخص ممكن اول مرة تسمع عنه لكن هيفيدك جدا في نقطة تطوير الذات، لانه بيربط الدين بتطوير النفس او بتطوير العادات او بممارسة العادات عندك عموما. فإن كنت عندك وقت فراغ طويل أو عندك وقت فراغ عموما، يوم الأجازة بتاعك خارج بره، حابب تقعد كده في مكان هادي وتسمع حاجة، البودكاست هيكون أنسب حل بالنسبة لك. أنا عن نفسي بعمله يوم الأجازات بتاعتي. يعني أقول لك أنا يعتبر بدل ما بضيع وقتي على التيك توك أو على الانستجرام أو حتى على اليوتيوب في الشورتس، أنا بخش أسمع البودكاست، بكون قاعد كده مريح ظهري وقاعد بسمع بس. تقدر تشغله او تقدر تحمله وتحطه على فلاشة وتشغله على الشاشة بتاعتك، تقدر تسمعه على البودكاست عندك على التليفون.
برضو من التطبيقات الجميلة جدا اللي ممكن تستخدمها هو جوجل بودكاست. وجوجل بودكاست هو مخصوص للبودكاست باين من اسمه طبعا، فتقدر تسمع عن طريق جوجل بودكاست. طيب، بما اننا اتكلمنا في تطبيقات البودكاست، فزي ما احنا قلنا اول حاجة عندك جوجل بودكاست، تقدر تحمله من على المتجر او برضو هتلاقيه على الاب ستور لاجهزة الايفون. برضو عندك ساوند كلاود. ساوند كلاود هتلاقي عليه كل البودكاست بتاعت الناس المشهورين، اشهرهم بودكاست فنجان، وبودكاست في مصر احمد ابو زيد، وعبد الله العلاوي برضو بيعمل بودكاست جميلة جدا، تقدر تتفرج عليهم. فالحاجات دي مفيدة جدا، وانصحك انك تتفرج على البودكاست بتاع ياسر الحزيمي، كويس جدا، في كيف تنجح العلاقات. فكيف تنجح العلاقات بيتكلم فيها باختصار شوية عن العلاقات بين الجانب الديني، وازاي ننجح في العلاقات بتاعتنا بطابع خاص كده نفهم نفسنا فيه، وما نحاولش نضغط على نفسنا اكتر ما الدنيا ضغط علينا. فالموضوع جميل والموضوع بسيط، فإن كان عندك وقت فراغ تقدر تسمع البودكاست فيه. فمن أفضل الحاجات اللي هفضل أنصحك بيها الفترة الجاية هي البودكاست. البودكاست بدل استماعك للأغاني، بدل إنك تتفرج على أفلام، بدل من إنك تضيع وقتك في حاجة ملهاش أي لازمة. بص، اعتبر صاحبك قاعد قدامك وبتتكلموا مع بعض. هو البودكاست بالظبط نفس النظام، اتنين بيتكلموا مع بعض في موضوع معين، انت اللي بتاخد الخبرة والاستفادة من كل الكلام اللي بيقولوه، انت اللي محتاج الخبرة بتاعتهم. فيا صديقي العزيز انصحك بشدة بشدة بشدة، وعملت الفيديو ده مخصوص علشانك، علشان لو بتضيع وقتك بعد كده ان شاء الله تحاول تستثمر وقتك في حاجة مفيدة ممتعة، وفي نفس الوقت هتكون مبسوط وانت بتعملها. فاتمنى بعد الفيديو ده تشوف لك بودكاست كده كويس ومحترم تسمعه، سواء بقى زي ما قلت لك في الوقت بتاعك، في وقت فراغك، في المواصلات، في قاعدة مثلا ان قاعد انت وواحد صاحبك، فتقدر تشغل بودكاست وتسمعوه انتوا الاتنين. فالبودكاست الراديو بتاعك في 2022. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى رسالة وقوة البودكاست تكون وصلت لك. فهتلاقي في وصف الفيديو بعض البودكاست اللي ممكن تسمعها وتستفيد بيها بشكل كويس جدا، وهحط لك برضو كام بودكاست من بعدها يا صديقي هتحب البودكاست جدا وهتسمعه يوميا من غير ما تمل منه. فأتمنى الفيديو يكون عجبك، وأتمنى برضو القهوة تكون عجبتك واستناني في فيديو جديد، وما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك وتعمل لايك وشير. والسلام عليكم.